ما أجمل الجبر بعد الكسر، والأمل بعد اليأس، وما أجمل أن تحول هزيمتك لنصر، والأروع أن تتحول المحنة إلى منحة، وما أعظم أن تخرج من قلب الظلمات إلى النور بإرادتك، بل تصبح أيقونة نجاح يشاور عليها الجميع بفخر واعتزاز. إنه سامح الدهيلي الذي أصبح ملهما للجميع وعنوانا للإفادة والتحدي. فقد ذراعيه وقدمه في حادث انقطار، فلم يندب حظه ويجلس مستسلما، ولأنه يملك إرادة حديدية قاوم عثرته وتفوق على يأسه، وأصبح رمزا يحتذى به. لم يستسلم للإعاقة اللي حصلت له في حادث قطر، وتسببت في بتر الذراع الأيمن من الكتف، وبتر الذراع الأيسر فوق المرفق، وبتر القدم اليسرى فوق الركبة. إنه الشيخ سامح زي ما بتحب الأهالي تندهه. اتعرض لحادث قطر وهو راجع من المدرسة من 19 سنة. وقتها كان طالب في الثانوية الصناعية وحصلت له إعاقة، لكنه ما استسلمش، والإعاقة كانت نقطة تحول. بدأ في حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصل على عدة إجازات لقراءة القرآن، وجمع القراءات ال10، إلى أنه كان مصرا على حفظه في فترة قصيرة. وبعد ما أتم حفظ القرآن اهتم بتعليم الأولاد الصغيرين. وبدأ يحفظ الكثير من الأطفال إلى أن وصل لتحفيظ آلاف الأولاد بشكل مستمر. وقال إنه بيمارس حياته بشكل طبيعي باستخدام قدمه اليمنى في تصفح الموبايل واللابتوب، وكمان اتجوز من بنت عمه وعنده منها 3 أولاد. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخ سامح، وعلى طموحك وإصرارك. بارك الله فيك وفي أمثالك.